في يوم من الايام قرر شخص ما اسمه جعفر انه يروح الجيم، وده طبعا بعد ما شاف فيديو تحفيزي لتوم بلادز على الموبايل اللي ما سابوش من اول الاجازه. المهم نبارك لجعفر وهو فعلا يستحق المباركه، لان من وسط عالم مليء بالمشتتات واغراءات قويه لابقاء البصر كسالى قرر جعفر اخيرا انه يكسر الدايره دي ويروح الجيم. الف مبروك. بس جعفر كان عنده مشكلة صغيرة قد كده، وهي إن علاقته بالجيم زي علاقة الدولارات بالليرة، هو لا يفقه شيء في الجيم إطلاقا، فدخل وبدأ يدور على أي حاجة تفهمه، إن شاء الله بس لما يروح الجيم يشوف الجهاز ده يعرف هو بيمرر رجل ولا صدر، لحد ما لقى شخص ابن حلال اسمه اسلام أبو عجب عامل سلسلة جديدة بيعلم فيها جعفر والناس اللي شبه جعفر إزاي يبدأوا في الجيم ومبادئ وأساسيات الحياة الصحية. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم اسلام ابو عجم، والنهارده ان شاء الله هنبدا بسلسله جديده. جسم الانسان ربنا خلقه بيعمل شويه حركات زي مثلا فليكشن، اكستنشن، ابدكشن وادكشن، واما الحركات دي بتتجمع سوا بشكل ممنهج ومنظم، بيبدا جسم الانسان يعمل لنا حركات اللي بنعملها كل يوم، زي مثلا انه ياكل، يشرب، يطلع سلم، يقعد، يقف، الكلام ده كله. وعلشان الجسم يعمل الحركات دي بشكل مظبوط محتاج حاجتين: المخ والعضلات. مخ يخطط، عضلات تنفذ، وهنا يجي دور الجيم. جعفر بيروح الجيم يمرن عضلاته، وده بيحط عضلاته تحت ضغط كبير، بس جسم جعفر ذكي جدا ومش هيسكت على الضغط اللي اتحط عليه ده. احنا عبط ولا ايه؟ فباعتبار ان نظامه الغذائي مناسب، فجسم جعفر بيبتدي يكبر العضله اللي اتحط عليها الضغط ده. ليه؟ اكيد انت خمنت، عشان المره اللي بعدها لما يتحط على الجسم نفس الضغط ده يقدر يستحمله، فجعفر يحطها في ضغط تاني اكبر من الضغط الاولاني، فالجسم يسكت؟ لا طبعا، يرد، يقوم مكبر العضله تاني، وتفضل الدايره دي شغاله. ويجي هنا جعفر يسال السؤال الشهير: يعني انا لو جيت اتمرن هبقى زي الناس اللي في الصور دي؟ طب انا مش عايز كده، انا عايز جسمي يبقى فت صغير كده. عزيز جعفر ارجوك ركز ولا تكن اهوج، الموضوع بيتوقف بشكل كبير جدا على الجينات والمحسنات، وحتى لو الاتنين دول اتوفروا عندك فانت ليك اخر، مش سايبه هي، مش الاكس من احنا. فايده العضله الكبيره لا تنحصر في شكلها بس، العضله الكبيره هي فعلا عضله قويه، فانت بيكون عندك قوه جسمانيه كبيره فعلا. وكمان تمارين المقاومه بتاخر حاجه اسمها الساركوبينيا، وده ضمور العضلات مع التقدم في السن، وكمان بتحجم من المرض ده غير التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل على مستوى القلب والعظم والشرايين وحاجات تانية كتير قوي في جسمك. العضلات اللي احنا بنروح نمرنها في الجيم هي المجموعات العضليه الاساسيه اللي هم صدر، ظهر، كتف، دراع وكور. خلونا نمسك عضله عضله وندي ملخص سريع عنها. الصدر او الاسم العلمي ليه البكتراليس ميجور، مسؤول انه يعمل حركات زي الدفع او الحضن. عرفت ليه الصدر حنين؟ خلاص يا جماعه بهزر، ما هزرش. من تمارين عضلات الصدر بيبقى البنش بريس، سواء بالدمبل او بالبار، وطبعا بالزوايا المختلفه بتاعته، والفلايز، واكيد مفيش نقاش الضغط. الظهر او كما يطلق عليها علميا اللاتيسمس دورساي، وشغلانه الظهر الاساسيه هي السحب. اما تسحب حاجه عليك، مثلا عارف الباب اللي بيبقى مكتوب عليه بول، وكل مره تتلخبط وتزقه مش تسحبه عليك، اهو انت لما تزقه انت كده بتشغل الصدر، اما تسحبه عليك انت كده بتشغل الظهر. ومن تمارين الظهر هي اللات بول داون، سيتد وايد جريب، سيتد نارو جريب، وطبعا العقله. الكتف او الدلتويدز هي عضله مكونه من 3 رؤوس: راس جانبي، راس امامي، وراس خلفي. الراس الامامي شغلته انه يرفع دراعك قدامك او فوق دماغك، وده بيخليها راس مهمه جدا في المساعده في التمارين اللي فيها دفع. اما الراس الجانبيه شغلتها ان هي ترفع دراعك للجنب، تعمل تمرين اسمه رفرفه كانك بتطير كده. اما الراس الخلفيه فهي شغلتها ان هي ترفع دراعك لورا، وبتساعد جدا في تمارين السحب. ومن تمارين الكتف هي الشولدر بريس، والرفرفه الجانبي، والريفيرس فلايز. بالنسبه للدراع فهو منقسم لعضلتين: البايسبس والترايسبس. البايسبس شغلتها الاساسيه ان هي تعمل تانية في الدراع، البو فليكشن، وكمان بتعمل حركه تانية اسمها سوباينيشن، انك تلف ايدك لفوق كده. ومن تمارين البايسبس المشهوره بتبقى الالترنيتنج كيرلز، البريتشر كيرلز، والهامر كيرلز. ودايما معظم تمرينات السحب بتكون مرتبطه بتانية في الكوع، وده بيخلي البايسبس تشارك بشكل كبير جدا في تمرينات السحب. الترايسبس بتعمل العكس بالظبط، هي بتعمل فرد للكوع مش تاني للكوع. وتمارين الترايسبس بتكون التمارين اللي فيها فرد للكوع، زي مثلا البوش داون والسكال كراشر والكيك باك. وعشان الترايسبس ما تتقمصش من البايسبس فهي كمان بتشتغل بشكل كبير في تمرينات الدفع، لان تمرينات الدفع بيكون دايما مصحوب ليها فرد للكوع، وطالما الكوع اتفرد يبقى الترايسبس اشتغلت. نيجي للرجل، ودي اكتر عضله مكروهه في الجيم لسبب لا يعلمه الا الله. هي تمرينه متعبه، بس انت لازم تروح الجيم تتعب وتشقى، انت مش رايح الجيم تقابل صاحبتك. مش هرخم عليك يا صديقي واقول لك كل مجموعه في الرجل بتعمل ايه حاليا، هنتكلم عن الرجل حته حته في فيديو منفصل. تمرينات الرجل بتكون زي السكوات، الديد ليفت، الليج اكستنشن، الليج كيرلز، والكاف ريزتس. واخر مجموعه عضليه معانا هي الكور،
ودي من اهم العضلات الموجوده في الجسم، لان هي بتحافظ على جذعك مفرود، ومن اكتر العضلات اللي انت لو ما اهتمتش بيها للاسف هيجيلك اصابات. ومن تمارين الكور بتبقى البلانك وتمرينات البطن بشكل عام والباك اكستنشنز. وبكده جعفر هيكون عارف ايه هي العضلات الاساسيه اللي هيروح يمرنها في الجيم، وخد بريف سريع عن كل عضله فيهم. وفي الحلقات الجايه ان شاء الله هنتكلم عن حاجات تانية كتير، ازاي بقى تختار الجيم وازاي تختار نظام التمرين بتاعك، وهنتكلم عن حاجات كتير قوي، مش هنسيب اي حاجه الا وهنتكلم فيها. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب بقى لو عجبتك الحلقه بعد اذنك، وتروح تبص على الحلقات القديمه ممكن تفيدك في التغذيه. شكرا، سلام.